يا اختي على منظر البوتاجاز، بص البوتاجاز بقى عامل ازاي، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يعني مش عارفه اقول ايه ولا اروح فين ولا اجي منين، بس كله عشان خاطر عيونكم. والله انا سبت البوتاجاز بالمنظر ده، دخل على اسبوع ما جيتش جنب منه خالص، علشان خاطر ان انا اوريكم وصفه هايله جدا علشان خاطر يوصل البوتاجاز للمنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، البوتاجاز منور بعد الوصفه اللي هقول لكم عليها. وصفه تحفه 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 يا بنات. الوصفه دي مش بتاعتي، انا شفتها في قناه الليدي لوما واحد، قناة امل، فظيعة. بصوا يا بنات الوصفة بتقول ايه، ان انت هتجيبي نص صابونة، صابون اللي هو الصابون الابيض الغسيل ده. انا اول ما جربت الوصفة كانت الصراحة كان صابون ابيض، صابون غسيل كده كبيرة وبيضة، بس لما حبيت ان انا اصور الفيديو فبعت جانا قلت لها هاتيلي صابون غسيل، فراحت جابت لي الصابونة اللي انتوا شفتوها دي. ما شاء الله، يعني هي دي حجمها كمان في الفيديو كبيرة، ظاهرة ان هي كبيرة لكن هي صغيرة خالص. والخامة بتاعتها مش على قد كده، لكن برضو بسم الله ما شاء الله برضو طلعت يعني جابت من الاخر. فاهم حاجه ان انت هتبشري كده الصابونه، لو انت هتجيبيها صغيره زي اللي انت شفتيها معايا يبقى هتبشري الصابونه كامله، ما مش هتبقى صغيره وهتبقى كبيره من الصابون الابيض الكبير، يبقى هتاخدي نص الصابونه. نص صابونه تبشريها وتحطي معاها كوبايه الا ربع خل، وبعد كده ترفعيها على النار تدوبيها كده على النار، على نار هاديه. هتدوب معاكي، هتعمل كده زي ماده جيلاتينيه. بعد كده هتاخدي ايه، معلقتين كبار نشا، هتدوبيهم تحطيهم في كوبايه، وبعدين تكملي الكوبايه خل وتدوبيهم كويس. وبعد كده تنزلي على الخليط اللي انت كنت حاطه على النار. ايد كده بتنزل النشا، والايد التانية بتقلب. النار تكون هاديه. بصي هتلاقي الخليط معاكي تقل. بصي هيبقى شكله عامل ازاي دلوقتي. بس زي ما قلت لك اصلا الصابونه ما كانتش على قد كده، وكانت صغيره مش كبيره، مش زي الصابون الابيض اللي انا كنت مستعملاه في الاول، فما تقلش معايا جامد. تمام. هنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. عندي برطمان دايما بدوب فيه البوتاص، فاخدت معلقه كبيره كده تكون مليانه بوتاص، وهحط عليه نص كوبايه خل وربع كوبايه ميه. هقلب البطاطس كويس لحد ما يدوب. البطاطس هتلاقي الازاز سخن، هتنزلي برضو شويه بشويه وتقلبي معاه لما تلاقي درجه الحراره بتاعه البطاطس عاليه، يبقى كده البطاطس بتاعك حلو وفعال. المفروض في الخطوه دي ان انا انزل نص كوبايه صابون سائل. ركزي معايا، نص كوبايه صابون سائل، بس انا نسيت وحطيت كوبايه. يلا قلت بقى زياده الخير خيرين، لما افتكرت قلت لا، هي المفروض ان انا احط نص كوبايه، انا حطيت كوبايه، قلت يلا مش مهم. فعشان كده هتلاقي برضو الخليط معايا مش يعني ايه، مش تقيل قوي. وتحطي بقى ربع كوبايه زيت. كل اللي انا بقولك ربع كوبايه وكوبايه ونص كوبايه بالكوبايات المعياريه. انا حطيت ربع كوبايه زيت كان مستعمل عندي فحطيته عليه، وتقلبيه كويس. وبعد كده معلقه كبيره سكر وتقلبيها، وبعد كده تحطي معلقه كبيره ملح ليمون. لازم النار تكون هادية يا بنات، خصوصا في المرحلة دي. ليه؟ علشان خاطر بيحصل فوران، ولو لا قدر يعني ممكن لا قدر الله كده يتنطور عليكي من المعجون ده، بيبقى سخن وبيلسع جامد. خلاص هطفي النار. وفي المرحلة دي خطوة اختيارية، لو عايزة تحطي كيس بيكنج باودر حطي، مش عايزة خلاص. انا ما كانش عندي بيكنج باودر فحطيت كيس كيك شيف. هقلبهم، وبعد كده بقى اخد الخليط بتاعي كده يستهدى شوية، وابدا افضيه في برطمان او في علبة. انا حاطه كده في برطمان ازاز. بص الكمية اللي هتطلع معايا هتملى البرطمان، وهيفضل مني شوية كمان. الخلطة دي حلوة جدا، استعملها في كل حاجة. يعني ممكن بغسل بيها الازاز، هتشوفوا ازاز البوتاجاز هيبقى عامل ازاي، والبوتاجاز العيون الحلل كمان بدعك بيها الحلل، بتخلي الحلل بتبقى بتبرق كده. آه، اخدت كده الحوامل بتاعه البوتاجاز، يعني اخدت اللي كان فاضل في الحله وهي حطيتها على الحوامل بتاعه البوتاجاز. حطيها بقى في كيس كبير واقفلي عليها. انا الصراحه ما كانش عندي كيس كبير فما حطيتوش، سبتها كده زي ما هي. بعد كده اخدت العيون بتاعه البوتاجاز وهحط عليها من المعجون ده، واحطها في كيس واربطها واسيبها. انا استعملت، عارفين يا بنات، المعجون ده بس اللي هي الصابونه البيضاء. تمام. يعني اللي انا كنت المره اللي استعملتها قبل ما اصور الفيديو ده كانت الصابونه البيضه الكبيره اللي انا بقولك عليها. كانت عندي بقعه دم كده كانت نازله من يحيى على الهدوم ونشفت منه،
ما كانتش راضيه تطلع. حطيت شويه من المعجون ده وقلت اجربها واشوف. فعلا سحر، طلعت بجد بجد. بصي مجرد ان انا دعكتها كده كانت طلعت وما فيش اي اثر لبقعه الدم. والتيشيرت كمان لونه بقى بسم الله ما شاء الله. خلاص دهنت بقى البوتاجاز بتاعي زي ما انتوا شايفين. بعد كده سبته شويه، وبعد كده جبت الاسبونجه زي ما انت شايفه كده، لا جبت لا سلك ولا اي حاجه، بالاسبونجه، والاسبونجه مليانه ميه علشان اعرف امشي الخليط. وبمشي كده ايدي على البوتاجاز. تمام. انا يعني الدهون والحاجات اللي ما كانت موجوده على البوتاجاز ما كانتش صعبه قوي، يعني ما فيش حرق ولا حاجه. بس لو انت عندك مثلا البوتاجاز عليه حروق او حاجه، حطي المعجون وسيبيه شويه، وبعد كده زوديه شويه ميه سخنه، وبطرف المعلقه او بطرف سكينه وحاولي تطلعي الدهون والحاجات اللي موجوده عليه، وبعد كده اغسلي البوتاجاز. بس طول ما انت ايدك في البوتاجاز وكل يوم البوتاجاز بيتغسل، فمش هتلاقي اي حاجه على البوتاجاز، ومش هيبقى في اي حروق ولا في اي حاجه. شفت العين اللي هي من قدام البنات اللي هي الصغيره دي، اللي لونها متغير عن بقيه البوتاجاز؟ نفسي ان العين دي ترجع. دي ما كانتش حروق ولا حاجه، يعني ما كانش في دهون حواليها ولا حاجه. لا انا عندي البوتاجاز يعني يعني الحمد لله. اوعوا تحسدوني، انا بقالي 17 سنه بستعمل البوتاجاز. فمن وقت ما اتجوزت، البوتاجاز شويه الاقيه ايه بيشتغل وشويه يقف شويه، يعني في حاجات كتير بتحصل في البوتاجاز غريبه كده. ففي الفتره الاخيره كان العين دي كانت بتولع من تحت، يعني اجي اشغل العين دي الاقي العين ولعت من تحت، تحت الاستانلس ده. تمام. فعادي كنت بكبر دماغي وبشتغل عادي. بس في مره جيت كان يوم جمعه كده وبعمل في الاكل، لقيت لك البوتاجاز ده بوم فرقع. وعارفه اللي هو اتنطر كده، طلع فوق وراح نزل تاني على الارض. سبت البوتاجاز وسبت المطبخ وجريت على بره وقلت لهم ان شاء الله ما انكم كلتوا والله ما هعمل اكل. يلا بقى انا هموت نفسي عشان خاطر ان انتوا هتاكلوا، والله ما عامله اكل. فراح احمد اتصل بالراجل وجا ظبط البوتاجاز. فيا جماعه ما تستهونوش، والله بجد ما تستهونوش بالحاجات دي. ما تقوليش مثلا ايه هعرف اشتغل عليه، لا الحاجات دي ممكن فعلا فعلا تودي في داهيه. بصي بقى هبدأ بقى اشيل المعجون اللي على البوتاجاز. انا كبيت المية يا بنات علشان خاطر شايفين الفتحات اللي من ورا دي لازم تبقى ايه متسلكة، فلما كان دخل فيها معجون ما كنتش عارفة اطلعه، فكبيت مية علشان خاطر المعجون ينزل منه. فدلوقتي بقى هنشف البوتاجاز. بصي البوتاجاز بسم الله ما شاء الله بدأ يبان ازاي. غير ان انا كمان لما هنشفه دلوقتي قماشة ناشفة او فوطة ناشفة هتلاقيه ظهر. في ناس كمان بتلمع، يعني بعد ما بتغسل كده البوتاجاز بتجيب يا دوب نقطة زيت وتمشي على الستانلس، بيدي لمعة حلوة للستانلس. بس انا ما بعملش كده الصراحة. هبدأ دلوقتي اركب بقى العيون والحوامل. الحوامل لو كان عليها مثلا دهون او حاجة، حطي عليها شوية مية سخنة وطلعيها كده بسكينة واغسليها، هتلاقيها طلعت معاكي على طول. بصي بقى البوتاجاز بتاعنا بقى بيبرق ازاي، ما شاء الله، خلطة تحفة تحفة تحفة. اشوفكم في فيديو جديد. مع